بعد مرور 5 سنوات على انتهاء جائحة كورونا، تواجه الصين تحديا صحيا جديدا يعرف باسم الفيروس التنفسي البشري. الفيروس الجديد الذي تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا يشمل حمى وسعالا وصعوبة في التنفس، وينتشر بسرعة ويؤدي إلى الالتهاب الرئوي الحاد. وتشير التقارير الأولية لأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة تشمل كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، مما يجعل التعامل مع هذا الفيروس أمرا بالغ الأهمية. وفيما شددت السلطات الصحية بروتوكولات الوقاية، لم يوثق حتى الآن لقاح متاح ضد هذا الفيروس، مما أثار قلقا كبيرا بين المواطنين والسلطات الصحية على حد سواء. كما تم حث المواطنين على الالتزام بتدابير مثل ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات الكبيرة وتعزيز النظافة الشخصية. هذا وبدأت السلطات الصحية الصينية تكثيف جهودها للحد من انتشار الفيروس من خلال مراقبة الحالات وتقديم الدعم الطبي في المناطق المتضررة، إلى جانب إطلاق حملات توعية حول كيفية الوقاية من العدوى. وعاد هذا الانتشار للأذهان صدمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يواجه النظام الصحي الصيني اختبارا جديدا. وبينما يستمر العلماء في دراسة الفيروس لتطوير علاجات فعالة، تبقى الأولوية هي الحد من انتشاره وحماية الفئات الأكثر ضعفا. والسؤال الأبرز هنا: هل سيكون العام 2025 عام وباء جديد يعيد الإغلاق العالمي؟